أداء قادتنا الحقيقية. تتطلع الدول العربية اليوم إلى أداء دور في التوصل إلى حل سياسي للنزاع، رغم أن الطريق لا يزال طويلا أمام تسوية سياسية في بلد مقسم تتنوع القوى المسيطرة فيه. وما نرنو إليه وما نتمنى التوصل إلى حل سياسي وليس القفز على الانتهاكات التي حصلت بحق الشعب السوري، إنما التوصل إلى حل سياسي يتوافق عليه جميع الأطراف والذي يتمثل بتحقيق الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والاقتصادية. الدول بدأوا يتحولوا من سياسة القوة أو نسميها بالسياسة الخشنة إلى السياسة الناعمة. لذلك راح يقدموا تنازلات، لأنه السياسة الخشنة ما أعطت نتائج مرجوة، وخاصة السعودية عم تحاول تكون لها دور. من جانب آخر الوضع لازم يتجه بعد 10 سنين من الصراع والأزمة في سوريا وفي المنطقة بكل الحروب، الأوضاع لازم تتجه نحو الحل. لذلك بنشوف انه تركيا عم تضغط انه تطبع علاقاتها مع سوريا. السبب في إلى عدة أهداف. أولا يعني تبعد حالها من وجهة انه هي قوة متدخلة رغما عن إرادة سوريا، يعني بتطبيع العلاقة. أولا تعطي شرعنة لنفسها. اثنين، تركيا بتحاول من خلال هذا التطبيع، من خلال المشاريع الموجودة في سوريا وخاصة في شمال وشرق سوريا، نسفة بالتعاون مع حكومة دمشق. كإدارة ذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية أرسلنا رسائل لجميع الدول العربية اللي بدأوا. نحن لسنا ضد التطبيع، لسنا ضد التطبيع. نسمن جهود الدول العربية بأن تبدأ بالتطبيع وصولا إلى الحل السياسي. لكن نبهنا كمان أيضا بأننا لسنا مع التطبيع لإعادة إنتاج نظام استبدادي. هذا التطبيع لازم يدخل في حل المشكلة السورية في هذه المنطقة اللي ممكن ينطلق منها شرارة النور لكل سوريا. إذن لازم نمتن هذا، نقوي اللحمة الوطنية، نظهر نموذج مجتمعي متماسك بين جميع المكونات، وهذا بدها شفافية، بدها نقاش. رغم أنه كثير من بنود القرار 8900